أترككم تستمعون وكأنكم في المغرب. هي زفة مغربية على أرض الإمارات، أرض اللقاء، أرض الخيرات والتسامح. أكثر من 206 ديال الجنسيات حاضرة هنا ومنصهرة تخدم من أجل الارتقاء بهذا البلد، يعني تفيد وتستفيد كما يقال. لقطة أخرى يعني انطلقت المباراة، كرة مغربية عند أشرف حكيمي، حكيم زياش المدرجات انطلقت مبكرا هنا، لكن يقول الحكم هناك تسلل. زياش تمريرة، هدف فعلا انصاري. اكيد هذا الهدف غيعطي ثقة اكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفترة فراغ جعلته يشك في امكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب ان نعطيه. محاولة المرور ما بين اثنين، دخل منطقة الجزاء، شنو غيدير بالكرة ديالو؟ ولكن هناك بالدوري الحمد لله مرت بردا وسلاما حتى الى غيطلعوا اللعابة. بوفال ما شاء الله محاولة تمويه ومحاولة ان يعطي الكرة في الخلف في أكم تباعا بكل يسر. أشرف جميلة، يا سلام، ما كاينش خطأ، لكن الفكرة كانت لقطة جميلة، كانت محاولة المرور. عطيت الله قلت لأنها في العددية، محاولة المرور، ضغط متواصل على المنتخب المغربي والركنية في الدقيقة تكسر تسلل محاولي، يعني أشرف حكيمي نفذات لكن مشات قريبة، وضربة تماس غير مسموح بالخطأ. مرتد خاطف حذاري، محاولة المرور، ماذا يقول؟ طريقة الخطأ عند سليم أملاح، محاولة المرور بطريقة جميلة، ماذا يقول الحكم؟ كانت عرقلة، أعتقد كانت عرقلة. دفاع ديال سيفيا عاش على متغير من أحد اللاعبين اللي كان يطيق بونو. السد العالي المغربي، تمويه جميل، يعني عندهم هذه جوج مرات كيموه بالجسد كيخلي الكرة تمر كبيرة بمنتخباتها التقليدية، لكن لازم عمل أكثر في العمق. ضربة خطأ لفائدة المنتخب المغربي، قلت ضرب بالقدم في اتجاه فرصة عند اللاعب بوفال. المتابعة، التايمين ديال المتابعة كان تأخر شوية، وإلا كانت تكون فرصة صالحة للتهديف. وإن شاء الله هذه فرصة عند بوفال، محاولة دخول منطقة الجزاء، دخلها تمريرة في اتجاه أناحي ولكن ما وصلتش ليه. عند جورجي حذاري، قلت يجب توخي الحذر. اللاعب رقيقي بكل يطبع على الجمهور. مباراة عند فرصة دخل منطقة الجزاء، أشرف حكيمي تسديدة، والحارس وكأنه تحول إلى حارس كرة اليد، سقط الأرض باليد اليمنى. تمريرة خاطئة جميلة جدا، لأن الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر المرمى ديالو وقال هذه هي الوجبة من أجل مضاعفة الغلة. شوف التفاعل ديال الجمهور المنتخب المغربي، جميلة اللقطة بكل صراحة. حكيم زياش، حذاري حذاري حذاري، محاولة المرور، خاص الواحد يدفع الرجل ديالو دون أن يسقط في الخطأ. مرة جاء حكيم النصيري غيدور مع كرة، يا سلام، كنت زيد شوية تعطيها بتسديدة أقوى. كنحيو الأسرة ديالو وأبناء واكزم داخل المغرب وخارجه. ونحي محاولة المرور داخل منطقة الجزاء، باقي الخطر محدق. الحارس لو نعم النباهة ديال الحارس في ثلاثة المناسبات ربما كانت مزيان درج كرة بهذه الطريقة، كتعطي ثقة في النفس أكثر. زلنا في الدوحة، فرصة وتسديدة بدون عنوان. قلت يعني انتظرت المضيفة ديال شركة الطيران بالاسم باش يكون بعض الرتوشات باش يكون المردود افضل، لان قال جاي باش يستافد. يعني التصريح ديالو اللي مرور من بين اثنين، تمريرة
النصيري يعني فقد الوزن في هذا الاثناء. الحكم السيد عادل النقبي يعلن عن نهايه الجوله. زاق يلا عبد الرزاق وحاول، ولكن محصور من طرف احد اللاعبين كيدفعوا ان يخرج الكره. محاولة المرور من الدفاع تنفيذها ولكن بسهولة ما يمكنش تقلق. راح تعطيت الله، حاول يعطيها اللاعب نايف اكرد ولكن تجاوزته وكتمشي لركنيه ثانيه. نفذات قصيره اللاعب نيكا خطيره هذه ولكن لحسن الحظ مشات عند الحارس بونو. الاولى تمريره في العمود الثاني وكتلمس اللاعب رقم 7 في اتجاه زياش دون ان ينتظر، والمدافع جرام او هذا اللاعب سولومون كاد انه تغير الاتجاه عند ليفان تشانغليا وتحصر الكرة. سفيان بوفال امامه الشاعر عند عبد الرزاق حامد الله، وضربة جزاء، ضربة جزاء لأن كانت لمسة يد. لاعبين داخل منطقة الجزاء صعيب يقبضها رغم انه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعة باش كانت غادية الكرة قليل جدا ان اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات 3-0 نتيجة من الناحية المعنوية.